العودة من جديد للتذكار. نود في هذا المشهد الفيديو البسيط للجزء الأول إلقاء إطلالة خاطفة حول حالة التهاب القولون المجهري، الإسهال. ملخص: نتصدى بالحديث عن هذا الموضوع ونوضح بالصورة والعبارة الأسئلة والجواب. ملخص شامل للنص الطبي الذي يتناول التهاب القولون المجهري لاكوليت ميكروسكوبيك، متبوعا بأهم الأسئلة والأجوبة لتوضيح الصورة السريرية للمرض. التهاب القولون المجهري المرض الصامت. التهاب القولون المجهري هو مرض التهابي مزمن يصيب الأمعاء ويتميز بالآتي: الخفي، يظهر القولون طبيعيا تماما أثناء الفحص بالمنظار القولونوسكوبي، ولا يمكن كشف المرض إلا من خلال فحص خزعات عصارات نسيجية تحت المجهر. الأنواع: يضم 3 أنواع: الميتا الليمفاوي، الكولاجيني، والنوع الغير المكتمل الذي تم تعريفه حديثا. الأعراض: يسبب إسهالا مائيا مزمنا يشبه إلى حد كبير أعراض القولون العصبي، مما يؤدي غالبا إلى تأخر التشخيص. الانتشار: تزايدت معدلات الإصابة به مؤخرا لتنافس أمراض الأمعاء الالتهابية الشهيرة مثل داء الكرون. السؤال ثم الجواب. سؤال رقم 1: كيف يفرق الطبيب بين التهاب القولون المجهري والقولون العصبي؟ جواب: من الناحية السريرية الأعراض متشابهة جدا. الفرق الجوهري هو أن القولون العصبي لا يظهر أي التهاب في الأنسجة، بينما القولون المجهري يظهر التهابا مزمنا تحت المجهر. لذا ينصح بأخذ خزعات بانتظام بانتظام في أي منظار يجرى لمريض يعاني من إسهال مزمن حتى ولو بدا القولون سليما. سؤال ثاني: ما هي الخزعات الموزعة لبيبسيطاجي ولماذا هي ضرورية؟ الجواب: هي عينة تؤخذ من مناطق مختلفة من القولون، اليمين، الوسط، اليسار، وهي ضرورية لأن الالتهاب قد يكون متوزعا بالتساوي، وأخذ عينة من مكان واحد فقط قد يؤدي لعدم اكتشاف المرض. سؤال ثالث: ما هو الإسهال الإفرازي diarrhée sécrétoire المذكور في النص؟ هو إسهال يتميز بكثرة السوائل، وغالبا لا يتوقف حتى مع الصيام أو التوقف عن الأكل، وهو العلامة الرئيسية لهذا الالتهاب. رابعا: هل هذا المرض خطير مثل داء الكرون؟ الجواب: رغم أن أعراضه الإسهال قد تكون شديدة وتؤثر على جودة الحياة، إلا أنه لا يسبب عادة قروحا أو نزيفا أو ضيقا في الأمعاء كما يفعل داء الكرون. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة. تابعونا. أنتم تسألون والطبيب يجيب، ونتابع في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء الثاني، الحديث عن القولون المجهري، توضيح البصري. المفارقة التشخيصية توضح هذه الصورة، كيف أن العين المجردة المنظار قد تخدع بالمظهر السليم، بينما الحقيقة تظهر تحت المجهر. تقدم هذه الصورة التي نظهر فيها دكتور أمين عبد القادر شرحا بصريا دقيقا للمفارقة التشخيصية في مرض التهاب القولون المجهري لاكوليت ميكروسكوبيك كما ورد في النص. أولا: لغز المنظار مقابل الحقيقة المجهرية على اليسار. الدائرة الوردية تمثل ما يراه الطبيب أثناء إجراء منظار القولون الكولونوسكوبي. يظهر غشاء القولون بمظهر طبيعي أو شبه طبيعي، وهذا هو الفخ الذي قد يؤدي لتجاهل المرض. على اليمين الدائرة المجهرية تمثل عينة الأنسجة تحت المجهر.
هذا فقد يظهر الالتهاب المزمن بوضوح، حيث نرى تراكم الخلايا الليمفاوية أو طبقة الكولاجين السميكة التي تميز أنواع المرض الليمفاوي الكولاجيني. ثانيا، أهمية الخزعات المنتظمة. يشير الدكتور أمين إلى الصورة إلى الصورة المجهرية للتأكيد على ضرورة أخذ خزعات موزعة لبيبسيطاجي بشكل منتظم سيستماتي، حتى ولو بدا القولون سليما، خاصة عند المرضى الذين يعانون من إسهال مزمن يشبه أعراض القولون العصبي. ثالثا، التحليل السريري. وجود الطبيب يشير إلى أن التشخيص لا يعتمد فقط على ما نراه بالعين، بل على المنهجية العلمية التي تربط بين الأعراض السريرية، إسهال إفراز مزمن، والنتائج هيستولوجية نسيجية. الكلمة المكتوبة أسفل الصورة استعارة طبية قد تشير إلى مدى تأثير الإسهال المفاجئ والمزمن على حياة المريض اليومية، مثل الخوف من ركوب حافلة لعدم توفر مرحاض، مما يستدعي تدخل تشخيصي دقيق. لخلاصة الصورة، الرسالة الأساسية هي: لا تصدق عينك المجردة دائما. ففي حالة الإسهال المزمن المنظار الطبيعي لا يعني غياب المرض، والخزعة المجهرية هي الفيصل الوحيد للتشخيص. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات